السلام عليكم. قبل ما نسولو علاش كتضرب ايران وعلاش كيتم الهجوم عليها من طرف امريكا واسرائيل، خصنا اولا نعطيو السؤال الاهم هو اللي خصنا نطرحه: اشنو دارت ايران حتى ولات جزء من هذا الصراع؟ في الاول، امريكا واسرائيل ما عمرهم تحركوا عبر التاريخ بدافع الاخلاق، بل بدافع المصالح، وهذا الشيء اللي كينطبق على ايران كذلك. ايران ما تمش استهدافها لأنها مقاومة كيف ما كيتقال، بل لأنها دخلت لعبة النفوذ الإقليمي. قامت بالتمدد في العراق وسوريا واليمن ولبنان، ودعمت كذلك ميليشيات عابرة للحدود، ووسعت امتلاك أدوات قوية بحال النووي والصواريخ باليستية، الشيء اللي قلق الخصوم ديالها. في منطق السياسة اللي كيتمدد بهذا الشكل كيصطدم بمصالح قوى أكبر منه، وبالتالي غيدخل حتما في مواجهة معها. لكن الأهم من هذا الشيء كله، واش هذه المواجهة كانت شي نهار من أجل فلسطين؟ التجربة التاريخية كتقول لا. في 2015 تم الاتفاق النووي، لكن ما تذكرش اسم دولة فلسطين، وكانت المصالح هي اللغة الوحيدة بين إيران وأمريكا. داك الشيء علاش خصنا ما نخادعوش بالثنائيه اللي كتقول اما تكون مع ايران او مع اسرائيل. بالطبع حنا كنرفضوا عدوان اسرائيل الارهابي والدموي، ولكن كنرفضوا كذلك مشروع ايران الدموي، حيث غادي يدمر دول عربيه مجاوره ويقتل الشعوب ديالها. المشكله ماشي في شكون كيضرب، بل المشكله شنو هي المصلحه ديال منطقتنا اللي ولات ساحه صراع بين مشاريع ديال دول عظمى، كل دولة كتبحث على المصالح ديالها. أول حاجة خصنا نعرفوا بأن الصراع بين إيران وأمريكا ماشي وليد اللحظة، ولكن عنده تاريخ طويل. ما فيها باس إلا درنا واحد الفلاش باك ورجعنا لسنة 1979، سنة الثورة الإيرانية، فين كان العالم كيعيش على وقع صراع طويل بين الولايات المتحدة وإيران. صراع اللي ما كانش ديما حرب مباشرة، لكنه كان مليء بالتوترات والضربات الغير مباشرة اللي شكلت أحد أخطر ملفات الشرق الأوسط. بالطبع البداية كانت مع الثورة الإيرانية سنة 1979، اللي سقط نظام الشاه المدعوم من واشنطن، وجاء نظام جديد بقيادة روح الله الخميني، واللي رفع شعار العداء للولايات المتحدة بشكل مباشر. ومن بعد اقتحموا طلاب إيرانيين السفارة الأمريكية في طهران، واحتجزوا 52 دبلوماسي أمريكي لمدة 444 يوم في واحد الحادثة اللي تعرفت بأزمة الرهائن. ومن تماك بدأت القطيعة النهائية والعداء العلني ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وفي الثمانينات اندلعت الحرب بين العراق وإيران، ووقفت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر إلى جانب العراق، وقدمت دعم استخباراتي وسياسي، في حين شهد الخليج عدة مواجهات عسكرية محدودة بالقوات الأمريكية والإيرانية. وخلال فترة التسعينيات وبداية الألفية الجديدة تحول الصراع إلى صراع سياسي واقتصادي، خاصة بعد اتهام إيران بالسعي لامتلاك سلاح نووي. وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات قاسية استمرت لسنوات طويلة، حتى تم توقيع اتفاق النووي سنة 2015، واللي حد من البرنامج النووي الإيراني، وفي المقابل رفع جزء من العقوبات اللي تفرضت على إيران. لكن سنة 2018 رجع التوتر بقوة بعد ما انسحبت واشنطن من الاتفاق، وعودت فرض عقوبات أشد على إيران فيما عرف بسياسة الضغط الأقصى. وفي سنة 2020 وصلت الأزمة الأخطر لحظة والأوج ديالها، ملي اغتالت الولايات المتحدة الأمريكية القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية في بغداد. وردت إيران في ذيك اللحظة بقصف قواعد أمريكية في العراق، وكان العالم هذيك الساعة على وشك حرب شاملة. واليوم تحولت هذه المواجهة إلى حرب مباشرة، وما بقاتش فقط مجرد
صراعات النفوذ في الشرق الأوسط، والعقوبات الاقتصادية والهجمات السيبرانية والدعم العسكري لحلفاء مختلفين في المنطقة. بل ولات حرب مباشرة وعسكرية، حرب اللي فيها قتل أو جرحى، واللي فيها استهداف لمنشآت نووية وكذلك لقواعد عسكرية أمريكية. واللي بغينا نفهموا أن لأمريكا جوج أهداف رئيسية في هذه الحرب: الصين بالدرجة الأولى، أما الهدف الثاني فغينكشف فيما بعد. فالصين هي مسألة ما بقاتش بعيدة ولا منفصلة، بل ولات في قلب داكشي اللي كيجري الآن. نصف نفط الصين كيمر عبر مضيق هرمز ودول المجاورة، وهذا ماشي رقم اقتصادي بل معادلة سيطرة. داكشي علاش هادشي اللي كنشوفوه هو حرب باردة محسوبة ما بين أمريكا والصين، كتستابق حدث عالمي كبير كيتوقع في عام 2027 وكيتمثل في حسم ملف تايوان لصالح الصين. أولا، كتعمل الولايات المتحدة الأمريكية على توطين صناعات أشباه المواصلات داخل أراضيها بشكل عاجل، لأنها كتعرف ومدركة بشكل كبير أن فقدان تايوان يعني فقدان مفتاح السيطرة التكنولوجية في العالم. ثانيا، كتجه بسرعة نحو إعادة رسم خريطة الموارد الاستراتيجية عبر البحث المكثف على المعادن النادرة في أوكرانيا وغرينلاند وجنوب إفريقيا ودول إفريقية أخرى. هادشي كله لضمان التفوق في الجيل السادس من التكنولوجيا والفضاء. ثالثا، كتحاول أمريكا فك الارتباط بين روسيا والصين عبر تخفيف عقوبات النفط وفتح مسارات شراكات كبرى كتمتد إلى الفضاء والقطب الشمالي، الشيء اللي كيمنع أنه تشكل محور مغلق في مواجهة واشنطن. رابعا، كتسعى إلى تحييد الدول المحيطة بالصين ورفع مستوى التهديد في بحر الصين الجنوبي باش تفرض توازن رادع كيعقد أي تحرك صيني منفرد. وباش نفهموا هذا السياق بدقة، فالحرب على إيران ماشي هدف بحد ذاته بل مقدمة استراتيجية أمريكية لتجميد قدرات إيران قبل لحظة الصدام الكبرى، واللي من المرجح أنها تكون في عام 2028. أولا، ما يمكنش السماح بوجود سلاح نووي بيد إيران تحت أي ظرف. وثانيا، واجب سحب قدرة إيران على إغلاق ممرات الطاقة بقرار مستقل خارج الإرادة الأمريكية، لأن هادشي يعني خنق العالم الصناعي قبل في لحظة حرجة، وهنا المقصود مضيق هرمز. ثالثا، واجب منع تحول إيران إلى ذراع استراتيجية للصين في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. ورابعا، الاتجاه نحو صفقة كبرى كتيح وجود أمريكي مؤثر في الجغرافيا الإيرانية بأي صيغة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وفي المقابل منح إيران داكشي اللي باغاه من ضمانات ومكاسب سياسية وعسكرية. وبناء على هادشي كامل، فمسار الأحداث الحالية كيتجه بوضوح إلى إعادة تشكيل لا إلى إسقاط. أولا، ماشي إسقاط النظام الإيراني في هذه المرحلة، لأن الهدف ماشي تغييره بل ضبطه ضمن معادلة القوة الجديدة. ثانيا، غادي تبنى صفقة شاملة كيكون مضيق هرمز في قلبها، بحيث ما غاديش تغلق وما غاديش الدار يتم إدارته خارج تفاهم استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية. ثالثا، غادي يتم إنهاء الملف النووي العسكري الإيراني بشكل كامل، بما في ذلك تفكيك قدرات الطرد المركزي الحساسة، وفي المقابل برنامج نووي سلمي تحت إشراف مباشر كيضمن لإيران الطاقة بلا ما يمنحها قدرة ردع مستقلة. وبهذا المعنى فهذا الشيء ماشي حرب مباشرة على إيران بقدر ما هو تمهيد دقيق لإعادة رسم ميزان القوى العالمي. الخليج اليوم ماشي ساحة الصراع النهائية، بل هو فقط نقطة الانطلاق نحو المواجهة الكبرى اللي غادي تعاد فيها تعريف النظام الدولي ككل. فهذه الحرب القائمة كتثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية مازال ما كتشكلش القوة العسكرية الأبرز في العالم، خاصة من اللي كيتعلق الأمر بإلحاق دمار واسع بخصم بعيد جغرافيا، لكنها في نفس الوقت
كتكشف أن التفوق العسكري الأمريكي الشامل ما كيضمنش بالضرورة تحقيق الأهداف السياسية في صراعات إقليمية معقدة، خصوصا ملي كتكون المواجهة مع دول كبيرة كتمتلك أنظمة راسخة سواء كانت سلطوية أو غير ذلك، ومدعومة بعقائد دينية وأيديولوجية قوية. كتفتقر هذه الحرب بشكل كامل للشرعية وفق المعايير والقوانين الدولية، فما يمكنش تبريرها قانونيا باعتبارها حرب استباقية، خصوصا أنه ما كانش هناك تهديد موثوق به بهجوم وشيك من إيران ضد الولايات المتحدة أو حلفائها في الخليج، فما يمكنش قبولها باعتبارها حرب وقائية، خاصة أن إيران كانت أشارت بالفعل قبل إلى قيود يمكن تحقق منها على برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهي القيود اللازمة لمنعها من التحول إلى دولة كتمتلك سلاح نووي رادع. ولو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان اعلن أن النصر لإنهاء الحرب قريب، ولكن هذا الشيء ما كيدلش على أنه نصر ثمين، ولكن نصر مكلف للولايات المتحدة الأمريكية، بحيث أنه نجاح كينطوي على تكاليف مدمرة للمنتصر سواء من حيث الأرواح أو الموارد أو السمعة، الشيء اللي كيخلي منه أقرب إلى الهزيمة من النصر. ومن المرجح أن هذه الحرب غتؤدي لتغيير في النظام السياسي في واشنطن أكثر ما تؤدي إلى تغيير سياسي في طهران، وعلى خلاف الانتصار اللي قادته الولايات المتحدة الأمريكية في العراق عام 1991 واللي فرز داكشي اللي تعرف من بعد باللحظة الأحادية القطبية، إن هذه الحرب غتفتح في المدى القصير الشيء اللي يمكن نسميه بلحظة العالم ناقص واحد، اقتراب الولايات المتحدة من حالة عزلة شبه كاملة على الساحة السياسية الدولية، والشيء اللي بدا كيتجلى بالفعل في ردود الفعل الدولية السلبية تجاه دعوة ترامب لتشكيل عمليات بحرية مشتركة لتأمين مضيق هرمز. كما أنه كشفت الحرب كذلك أن الاصطفاف مع الولايات المتحدة يمكن يتحول إلى جاذبية قاتلة بالنسبة للدول اللي اعتمدت عليها في الحماية العسكرية أو المنافع الاقتصادية. حتى الحلفاء المعتمدين والشركاء التقليديين للولايات المتحدة بحال كندا ودول أوروبا الغربية تعرضوا كذلك لضغوط ورسوم جمركية، وحسوا بدرجة متزايدة من عدم الأمان من طرف الولايات المتحدة الأمريكية. وكتخدم هذه الحرب خصوم الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، وعلى رأسهم روسيا والصين باعتبارهم قوى دولية كبرى، كما كتؤدي إلى اغتراب عميق لدول الجنوب العالمي اللي كانت كتبنى مواقف الحياد أو الموازنة في الصراع بين واشنطن ومع كل من بكين وموسكو. وعلى المدى الطويل إلى منع عكس المسار اللي حده ترامب على الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذه الحرب غتسرع نهاية النظام الدولي اللي كتهيمن عليه واشنطن، وغتمهد لظهور عالم متعدد الأنماط، بحيث ما كيقتصرش الدور المؤثر على القوى الكبرى فقط، بل كيمتد أيضا للقوى المتوسطة والإقليمية ودول الجنوب العالمي. وبالرغم من كاع داكشي اللي كتمتلكه أمريكا من قوى عسكرية هائلة، فهي غتواجه أزمة ثقة عالمية وغتضطر للقبول بدور أقل بروزا في المشهد السياسي والاقتصادي والدبلوماسي الدولي مقارنة بما كان عليه الحال منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. الصراع مع إيران ماشي صراع أحادي كيقودو ترامب بوحده، بل أن ترامب هو أصلا رهينة لدى الممولين الإسرائيليين الصهاينة نتنياهو والموساد وميريام أديلسون وآيباك. ووصلت لترامب تهديدات لقتل أفراد من عائلته بعد حادثة اغتيال الناشط المسيحي تشارلز كيرك في حالة لم دعمش الحرب ضد إيران. وذكرنا سابقا أن التهديدات لترامب شخصيا بدأت قبل ما يتولى السلطة، بحيث صرح مسؤول الأمن القومي في إدارة بايدن جاكوب سوليفان أنهم يقدروا يرجعوا بأسرع وقت ممكن لأي سبب ممكن. وغتواجه الولايات المتحدة صراع داخلي حاد بسبب احتمال نشوب خلاف بين البيت الأبيض وجماعة حاباد لوبافيتش، وهي طائفة يهودية عندها توجهات قبالية وأخروية كتهتم بنهاية التاريخ والمصير النهائي للبشرية
بما في ذلك علامات الساعة والموت والقيامة، ومرتبطة بتبرعات ميريام أديلسون، وهي عالمة الأحياء الدقيقة وعلم الوراثة المليارديرة البالغة من العمر 80 سنة، واللي كتعتبر مصدر للتوترات اللي قائمة لحد الآن. الجانب المخفي هو أن إيران ما كتشكلش أي تهديد للولايات المتحدة الأمريكية، وما كاين حتى حاجة كتشير إلى أن إيران كتخطط لتطوير قنبلة نووية في المستقبل القريب، بخلاف الدعاية المضللة والمعتادة ديال نتنياهو واللي كان كيروج لها فيما يسمى بالتهديد الفارسي منذ أكثر من 34 سنة.